في مختبر التجميد الحيوي الأكبر في العالم تحفظ مئات الأجسام البشرية في براثن الجليد، من بينهم مراهقة بريطانية تبلغ من العمر 14 عاما، على أمل إعادتهم للحياة يوما ما. يقود هذه التجربة المثيرة للجدل دينيس كوالاسكي، رئيس معهد التجميد الحيوي، الذي يدعو باستمرار الانضمام إلى مشروعه، ويضم بالفعل مئات الأجسام المتجمدة في ثلاجات عملاقة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة وحول العالم. تمتلئ هذه المشارح الباردة بأجسام ورؤوس وحتى حيوانات مجمدة عبر الزمن، على أمل إعادتها للحياة عندما يتيح العلم ذلك في المستقبل. ورغم عدم توافر تلك التقنيات حاليا، يرى بعض المتفائلين هذه العملية بمثابة تذكرة يا نصيب نحو الخلود، مؤمنين بأنهم على الأقل يمنحون أنفسهم فرصة العيش إلى الأبد، ويثقون بأنه سيتم إيقاظ المصابين بأمراض العضال عندما يجد العلم علاجا لها. يبقى السؤال حول إمكانية تحقيق هذه التطورات المطلوبة، وحتى ولو أمكن إعادة تلك الناس إلى الحياة، فهل سوف تتغير حالتهم الطبيعية قبل التجميد؟ شاركنا برأيك تعليقات.